ازيك يا سولي يا حبيبي؟ ازيك يا تسمية يا حبيبتي يا روحي. حبيبي. تحب احكي لك حدوته؟ اه. عارف احكي لك حدوته ايه؟ اه. بيبي. ماشي. احكيها لك. ماشي. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى اه. الكلام الا بذكر النبي السلام. عليه الصلاة والسلام. كان في بيبي كان بيكسر الألعاب بتاعته، كان بيرميها في الأرض، وكان كل إخواته بيدوسوا عليها وبيكسروها. ففي يوم نام فحلم. مش احنا بنحلم يا سولي؟ اه. بتشوف أحلام؟ قام هو حلم وهو نايم ان الالعاب جاتله بتتخانق معاه وعملت معاه مشكلات. قال لها ايه ده ايه ده ايه ده، انت ازاي يا العاب بتتكلمي؟ قالت له انا جاي اتكلم معاك في الحلم عشان انا زعلانه منك. قال لها ليه؟ قال لها عشان انت بترمينا على الارض وكل اخواتك بيدوسوا علينا وبيكسرونا. قام قال لها طب ما تزعليش يا العاب. قالت له لا، انا مش هقعد معاك تاني، انت كل ما اجي العب معاك بتكسرني. قال لها خلاص، طب انت عايزه ايه؟ قالت له عاوزاك بعد ما تخلص لعب معانا تشيلنا في الصندوق بتاعنا. قام قال لها خلاص انا مش هعمل مشكلات تاني. قام يا سولي قام من النوم راح لماما، الحقي يا ماما الحقي يا ماما. قالت له انا حلمت بالالعاب بتاعتي، زعلانه مني ايه خالص. قالت له ليه يا حبيبي؟ قال لها علشان خاطر انا لما بلعب برميهم على الارض والالعاب بتتكسر وما بحافظش عليهم. انا يا ماما ممكن تصلحي لي الالعاب بتاعتي؟ قامت مامي قالت له طب وبعدين ما انت بترجع تكسرها تاني. قال لها لا يا مامي، انا المره دي مش هكسرهم وهحافظ عليهم، ارجوك يا ماما صلحيهم لي. مامي قالت له اوكي انا هصلحهم لك، بس بعد كده لما تخلص لعبه هتشيلهم فين؟ هيشيلهم فين يا سولي؟ ايه؟ هنشيل الالعاب بعد ما نخلص لعب فين؟ في الصندوق بتاع في الصندوق الكلاب. بتاع الالعاب. اول ما نخلص لعب لازم نشيلهم في صندوق الالعاب عشان الالعاب ما تزعلش مننا وما تتكسرش وتبقى عندنا العاب كتير، وكل ما مامي او اي حد او خالته سيمولي تجيب لنا لعبه تفضل عندنا، يبقى عندنا العاب كتير والالعاب ما تزعلش مننا. صح يا جميل؟ والبيبي عرف ان هو غلطان، مامي صلحت له الالعاب وحطها فين؟ صندوق. في الصندوق بتاعها. وبعد كده سولي بقى يحب الالعاب، بقت تحبه ولا بيبي؟ بيبي صح؟ الالعاب بقت تحبه وتقول له برافو عليك يا بيبي انك بتحافظ علينا. وتوته توته خلصت الحدوته. حلوه ولا ملتوته؟ منتوتة. يبقى عليك حدوته ماشي. يا حبيبي. باي باي. باي باي. باي باي. تحية لخالتي مولي.